3, 2, 1. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنخلل مع بعض أحلى سردين نضيف عمايل إيديكي في بيتك زي اللي بنشتريه من عند الفسخاني، وهيقعد عندك السنة كلها. تابعيني وهقولك هنعمله ازاي. جبت معايا حوالي 3 كيلو سردين. أهم حاجة أغسله كويس قوي تحت الحنفية، بغسله في مصفى وبعد كده بسيبه يتصفى حوالي 4 ساعات، وبحط له ورقة جورنان. المناديل بتلزق مني، لو عندك ورق ابيض حطيه عليه، نشفيه عليه، وبسيبه حوالي 4 ساعات ينشف فوق الجورنان كده او فوق الورق الابيض لحد ما الاقيه نشف جدا معايا، الهوا هينشفه. وهنا جبت الملح، لو عندك ملح خشن تمام، انا بعمله بالملح العادي وبيطلع زي العسل. كوباية الملح عليها معلقة شطة كبيرة وبس كده، ما بنحطش كركم ولا ليمون ولا اي حاجة، ملح وشطة فقط لا غير. وهنا بدأت أمسك كل سردينة، طبعا مغسولة ونضيفة معايا، ولابسة الجلافز عشان أضمن إن مفيش أي مية ومفيش أي بكتيريا. هو مغسول وإيدي نضيفة. والبرطمان عقمته بمعلقة خل قبل ما أبدأ التخليل فيه. وهنا بمسك كل سردينة أملى الخياشيم بتاعها بالخلطة بتاعتي وببدأ أرصه في البرطمان. أهم حاجة رصة السردين في البرطمان تكون رصة صح، ما يبقاش في بين السردين فراغات، وبين كل طبقتين سردين طبقة من الملح والشطة. هنا بملى كل الخياشيم بتاعت السردين، بفتح الخياشيم بتاعتها كده واحط فيها املاها ملح بشطة، وبقفلها وبحط عليها من بره كده بايدي ملح بشطة وبرصها في البرطمان. لو تلاحظوا شوفوا انا برص ازاي في البرطمان، انا برصها داير ما يدور بحيث انها تبقى دي احسن رصة، ان ما يبقاش فيه فغاط خالص، ويتخلل معاكي ويفضل معاكي السنة كلها. طول السنة هيفضل عندك السردين. طبعا احنا عارفين السردين ما بيبقاش موجود السنة كلها، بيبقى موجود شهور الشتاء بس، يعني من شهر 11 لشهر 3، وبقية السنة مش بيبقى موجود. فننتهز الفرصة ونملح لولادنا سردين. لما بيستوي بيبقى تحفة، هو بيقعد حوالي أسبوع مش أكتر من كده، يعني بعد أسبوع هتفتحي عليه وتاكلي أحلى سردين، لحمته حمرة وزبدة، وتاكلي انت وعيلتك بألف هنا يا رب. هتاكليه على طريقتي وهتدعيلي. البرطمان بدأت أرص فيه رصة داير ما يدور، مسيبش أي فراغات، وكل لما أحط طبقة كام طبقة أضغط بإيدي بحيث إنه يبقى ياخد البرطمان معايا أكبر عدد، وكمان يبقى مضغوط في بعضه ما يبقاش فيه مساحات خالص. وبين كل كام طبقة بحط معلقة كده ملح بشطة، بحيث إن الملح والشطة يوصل للسردين كله، ما يبقاش فيه أي فرصة إن هو يعفن أو يطلع ريحة مش كويسة معاكي، لأ هيبقى جميل معاكي. هنا البرطمان أخد معايا 3 كيلو، وتفضل كمان في مساحة من فوق. الله أكبر اللهم بارك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلي دايما لسانك عامل بذكر الله، هتلاقي ربنا مبارك لك في كل حاجة بتعمليها. ربنا يحسن ما بين إيديك يا رب. هنا قربت أخلص الكمية كلها. هعمل لكم فيديو تاني بتخليل البسارية، وكمان الفسيخ هنعمله مع بعض بأنضف وأحسن طريقة، أحسن من محلات الفسخاني بكتير قوي، بنروح بنشتريه غالي، وكمان مش بنبقى ضامنين نظافته ومعمول ازاي ومعمول في ايه. فلا انت تعمليه في بيتك، برطمانك النظيف المتعقم، سردينك المغسول والنظيف، ايديك نظيفة، فانت تعملي الحاجة في بيتك لولادك اضمن وانضف من بره بكتير قوي. هنا قربت اخلص الكمية بتاعتي، اللهم بارك. وباذن الله هنبقى نعمل فيديو سوا ازاي بطلعه من محلول التمليح ده وبنضفه وبقدمه، بيتقدم ازاي هنعمله باذن الله مع بعض. عايزه اقول لكم ان السردين ده بيتعمل برضو احلى صينيه بخلطة الفلفل والجزر والبصل، هنبقى نعمله بإذن الله مع بعض. هنا بعد ما خلصت الكمية كلها حطيت على الوش أهم حاجة معلقتين 3 زيت علشان يحفظوه ما يجرروش أي حاجة معانا، وكيس بلاستيك على البرطمان وقفلت الغطاء وبس كده. جربي طريقتي دي وهتدعيلي، والسلام عليكم ورحمة الله.